السلام عليكم متتبعين قناة وصفات أيمان. مرحبا بالناس القدام والناس الجداد اللي انضموا للقناة، وشكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة اللي هي عبارة عن محلول بدون غسل، يعني وصفة ممتازة. عبارة عن محلول أو بخاخ للشعر، يعني كيتضمن مجموعة من الأعشاب. كما كتعرفوا الأعشاب عندها فوائد كثيرة للشعر. قبل ما نبداو بالمكونات نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبه للاعشاب عندي هنايا خديت كاع الاعشاب اللي عندي في الدار، خديت منهم شويه شويه. مهم بالنسبه للعشبه الاولى خديت الريحان، يعني كتعرفوا الريحان والمنافع ديالو والرائحه اللي فيه، غير واحد شويه خديت. وهنايا خديت اوراق السدر، يعني اوراق السدر نتوما كتعرفوا المنافع ديالها. وخديت هنايا قشور القرقاع اللي غادي يعطينا واحد اللون زوين للشعر، يعني واحد اللون بني رائع للشعر. خديت واحد الحبات من القرنفل، غير واحد الحبيبات هكا. وخديت واحد الحبيبات ديال السانوج، وخديت حبوب اتاي واحد المعلقه كبيره عامره. المهم الاتاي اللي كنصايبوا به الشاي عندنا في الدار، واحد المعلقه كبيره عامره، حتى هو كيعطي اللون زوين للشعر وكيعطي الكثافه. كذلك عندي اوراق سيدنا موسى، واحد 3 ديال الوريقات هكا. وخديت هنايا ازير كما كتشوفوا، عندي ازير. المهم غير الكميه اللي بغيتو على حسب شحال غديروا ديال الماء. وعندي هنايا الزعتره هي عندها منافع كثيره كثيره بزاف. والزعتر، يعني الزعتر والزعترة معروفين هنا بالمنافع ديالهم والرائحة ديالهم. يا سلام كتخليها في الشعر، خصوصا اننا ما كنغسلوش شعرنا، يعني كتبقى داك الاعشاب بريحتهم في الشعر. صافي. هنا كما قلت لكم الريحان اللي بديت به غناخذ. المهم الكميه كتبقى على حسابكم. انا هنا غادي ناخذ الكميه اللي غنستعملها لمده ديال 3 ايام، يعني 3 ايام خصكم تبدلوا، ما يبقاش مده طويله باش ما يخسرش. ولا بغيتو تحتفظوا به حتى الاسبوع غديروه في الثلاجه، برا من الثلاجه غادي ديروا غير 3 ايام اللي غتحتفظوا به. المهم ان استعملت هذا البخاخ، وهذا البخاخ يعني ولا هذا المحلول هذا راه عن تجربه شخصيه. كما كنقول لكم انا كنجيب وصفات اللي انا مجرباهم شخصيا، يعني وكنكون واثقه منهم وكنعرف النتيجه ديالهم اللي كتكون يعني ممتازه، عاد كنشاركها معكم. غناخذوا هنايا واحد الكاسرول اولا اناء فاش غنديروا هاد الاعشاب هذه. غادي نخوي هاد الاعشاب هذه كامله، ماشي بالضروره تنقيوهم، يعني راه غير الشعر، ماشي غادي ناكلوهم ولا غادي نشربوهم، يعني هكا غير للشعر ماشي مشكل. وراه اصلا كيكونوا فيهم غير داك العويدات ديالهم. ولا مقشور القرقاع اللي ما عندوش يعني بلاش، انا درتهم هنا غير على حسب اللون، وكيغطي حتى اللون ديال الشيب راه كيغطيه. اللي عنده الشيب في شعره راه كيغطيه، ما كيبقاش عوض. داك اللي ما كيبغيش يستعمل الحنه ولا الشعر يستعمل هذا المحلول يعني اليومي، وخصوصا في الصيف دابا يعني بدا كيسخن الحال، ما غاديش نحتاجوا اننا ندوشو ولا يجينا البرد. وصافي كنخويوها هكا في الكاسرول كما قلت لكم. المهم الكميه انا قلت لكم كتبقى على حسب شحال غديروا ديال الماء. انا هنايا درت المقدار اللي غادي يقدني ل3 ايام. صافي كنت كنديرو انا وبنتي هكا لشعرها، حيت اللي شعر فهمتي اللي شعرو هكا كيطيح ولا ضروري ما يعتني به، لان الشعر نصف جمال المرأة يا لالا. نصف جمال المرأة، خصنا نعتنيو بشعرنا وما نهملوهش، يعني خصوصا في هاد بالنسبه لينا حنايا هاد الجيل هذا ولا الجيل اللي قبل منا ما بقاش الاهتمام بالشعر، قليل اللي كيهتم به. الناس ديال شحال هادي كانوا كيهتموا به مزيان الشعر، وكيديروا الوصفات، يديروا الحنه، يديروا الاعشاب، يديروا القطران، يعني بزاف ديال الوصفات اللي كانوا كيديروها الجدات ديالنا. حنا ما بقيناش كنعتنيو بالشعر. داكشي علاش كنلقاو الشعر كيطيح بزاف وما بقاش كتيف، ما بقاش قوي. يعني ضروري ما خصنا نعتنيو به، مره نحيدو العكز هكا ونعتنيو بشعرنا. المهم انا درت هاد المكونات هذه مع الماء، ودابا غادي نديرها فوق البوطه غير تغلي مزيان.
ونتلاقى معكم باش نصفيوها هكا تبرد، وغنديروها في البخاخ. ويمكن لكم تزيدوا اعشاب اخرى، اللي عنده اعشاب اخرى يزيدها، يعني راه كاين اعشاب بزاف اللي كتساعد في تقويه الشعر. دابا انا راه درتو فوق البوطه، ها نتوما داك اللون ديالو كيفاش ولا بقشور الكركاع وبحبوب اتاي. راه كاين اللون، داك اللون كيولي غامق، يعني لون مضبوغ نيت. صافي دابا غادي نصفيه من بعد ما برد لي شويه، راني غادي نصفيه باش نخليه يزيد يبرد، وغادي ندير البخاخ الكميه اللي غنستعمل. وصدقوني يعني النتيجه رائعه، وعن تجربه. المكونات يعني كلها كما شفتوا معايا مكونات زوينه للشعر، وجربوا وحكموا. كتنبت هاد المكونات الشعر يعني وكتقويه ويولي الشعر كتيف، والفراغات كتعمر. يعني غير تجربوا راه غيبان لكم الفرق. من الاسبوع الاول غيبان لكم باللي الشعر راه بدا كيخلف وبدا كينبت. غير هو الطريقه فاش غنديروا يعني هذا البخاخ فين ما نرشوا شعرنا. ماشي ضروري يكون واحد الوقت محدد، المهم نديروه في الصباح، نديروه هكا منين ينشف، عاوتاني في العشيه نديروه قبل ما ننعسو، حيت راه ما غاديش نغسلوها، راه غيبقى هاد الاعشاب هادي ولا هاد المحلول غيبقى في شعرنا. هو الطريقه كما قلت لكم. خصنا من نبقاو نرشوا نبقاو ندلكو الفراغات، وخصوصا القدام فوق الجبهه ديالنا، تما فين كيكونوا الفراغات باينين هكا. تبقاو تدلكو، حنايا كنرشوا حنا كندلكو باش كيدخل داك المحلول يعني المسام ديال الجلد ديال ولا الفروه ديال الراس، وكيعطي المفعول ديالو. وهانتوما بامكانكم تصوروا مثلا واحد البلاصه كانت خاويه هكا، ولا فيها الشعر قليل، صوروها وغيدوز اسبوع وانتم غادي تشوفوا الفرق. يعني الشعر راه بدا كينبت وكيخلف، وحتى الطول ديال الشعر راه كيزيد. صدقوني كيزيد الطول ديال الشعر، كما كنقول لكم راه عن تجربه شخصيه. يعني بلا ما نحلف، بلا انا كما عودتكم دائما وصفات انا اللي كنحط في قناتي، لا وصفات الطبخ ولا وصفات التجميل راه كتكون عندي، ولا وصفات الشعر كتكون عندي مجربه. ومازال عندي ان شاء الله المزيد من الوصفات غنشاركها معكم وغادي تشوفوا. صافي هنايا درتها في هذا البخاخ هذا. انا هذا البخاخ كان عندي، ما كيديروا كاين البخاخات كيديروا غير 3 دراهم، ولا انا هذا كان عندي. ايوا ودرت فيه، حيت البخاخ كيساعدنا هكا باش كنرشوا ما كنلقاوش مشكله، غير كترشي هكا من البعيد على الشعر صافي. يعني البخاخ يكون احسن. هكا نديروا فيه هذا المحلول هذا. وهاد الوصفه هذا يديروها حتى الرجال، ماشي غير النساء، راه حتى الرجال كيعانيو من تساقط الشعر. يعني هكا راه ساهل، بحال اللي غادي تدوشي تغسلي شعرك ولا غتغسل شعرك غادي ترشيه. يعني ما فيه حتى شي صعوبه. ولا هانتوما بحال هكا كترشوا كيخرج داك المحلول بكل سهوله. وكما قلت لكم، وفوق هادشي كله الريحه كتبقى ريحه زوينه في الشعر. يعني ماشي كنوض خصنا نرشوا شعرنا ونوضوا نغسلوا، يعني نضطروا اننا ندوشوا، لا. وخصوصا كما قلت لكم دابا راه بقى كيسخن، بدا كيسخن هكا الحال، ماشي بحال الحال بارد كنعكزوا عليه وداكشي صافي. وهنايا داك الاعشاب شفتوا كيفاش بقات، يعني راه تلقات داك المكونات والمنافع ديالها في داك الماء اللي صفينا. وصافي كنخليوه. انا قلت لكم الا كنتو غديروه برا من الثلاجه استعملوه 3 ايام، كنتو غديروه في الثلاجه استعملوه اسبوع صافي. وفين ما كندوز كنرش هكا في الشعر، وكنبقى ندلك فروه الشعر وصافي. وكنتمنى فيديو اليوم يعجبكم وتستافدوا منه. وصدقوني يعني النتيجه راها رائعه. وما تنسونيش من البارطاج والتعاليق الزوينه ديالكم ومن لايكات. وإلا كنتي وصلتي لهاد يعني لهاد اللقطه هادي وباقي ما درتيش اللايك، اختي ديري لنا اللايك باش تعم الفائده وباش يطلع الفيديو يستافد منه الجميع، حيت اللايكات راهم كيطلعوا الفيديو. واخا التفاعل راه ماشي شي تفاعل اللي هو كبير، ولكن معليش الحمد لله حنايا كنشاركوا معكم الوصفات المجربه. والى اللقاء.